العند بين الزوجين هيوديكوا في داهية انتوا الاتنين. ما انا بقيتين، يغسل المواعين يطبق الغسيل. كلمة منه على كلمة مني مسكنا في بعض. القصة خلصت واحنا الاتنين ملموم علينا الجيران والشارع كله. وطبعا ده سيناريو بيحصل في كل بيت، خصوصا في سنة أولى جواز، لما يبقى كل واحد عايز يفرض رأيه على التاني ويتمسك بموقفه ويبين شخصيته. شوية عند صغيرين قد كده ممكن يودينا مشوار للمأذون ما نعرفش نرجع منه أبدا. طالما تقعدي على ذمتي دقيقة واحدة انت طالع. وعلشان كده بتلاقي أغلب الرجالة وهي بتختار شريكة حياتهم ويقولوا لك إيه بقى؟ اهم حاجة ما تكونش عنادية. ما هو الصراحة عندهم حق برضه، ما لو انتي عنادية وهو عندي هنجيب مين يصالحكوا على بعض كل شوية؟ عزيز الزوج، عزيزة الزوجة، العند ياما خرب بيوت اصحابها ما عرفوش يفتحوها تاني. اشتروا خاطر بعض، ولو الموضوع بسيط هو مرة يعدي انتي مرة تعدي والدنيا تعدي، بدل ما تعدي عليكم وما تشوفوش بعض تاني الا في محكمة الأسرة. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.